بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عسلامة، مرحبا بكم في قناة سارة في ألمانيا. اليوم حبيت نشارك معاكم الفطور متاعي اللي هو بالبروكلو ولا نقولوا شو فلور. لهنا نحتاج كمية من اللحم، أنا خديت اللحم معلوش، حمص، عندي أفاح لهنا، تابل، فلفل أكحل، فلفل أحمر، ملح، ولهنا عندي بصل وثوم مرحيين، عندي بطبيعة الحال زيت زيتونة باش نطيب بيه. وهذايا البروكلي هذا لازمتني الساعة أول حاجة ننظفه ونحيلو الأوراق هذوكم الكل الزايدين ونغسله، وبعد باش نحطه نغليه في الماء، ماء وملح حتى لين يطيب. ولهنا بديت اول حاجه بالصوص باش نحطها انا في الكوكوت في طنجره الضغط. تنجموا نتوما تحطوها في الطنجره العاديه، اما انا اسرع لي. باش نحط كميه اللحم اللي عندي. تنجموا تعملوا زبده باللحم البقري ولا لحم علوش كما تحبوا. حطيت الحمص باش نبدا نحط في التوابل متاعي. هذاك زدا كما قلت لكم البصل والثوم المرحي، ونسيت ما قلت لكم مش على الطماطم معجونه باش نحطوا منها تقريبا 4 مغارف متاع ماكله كبار. انا باش نستعمل هذه المغرفه هذه الكبيره، تراوني حطيت كميه متاع مغرفه ونص، خاطرها كبيره برشا ديك يعني هي نطيب بها. وكل واحد كيفاش يحبها يعني فيها برشا طماطم والا شويه. وباش نبداو نحطوا في اللفاح نتاعنا هذايا فلفل اكحل، تابل وكرويه مرحيين، ملح، حسب الرغبة بطبيعة الحال، فلفل أحمر. اللي يحب يكون زادا حار ينجم يحط حار وإلا يعني حلو كما تحب. وفي الآخر باش نزيد شوية زنجبيل، اللي يحب بطبيعة الحال يحط، اللي ما يحبش مش لازم. باش نحط الطنجرة متاعي توا على الغاز، وباش نصب عليها بطبيعة الحال خليها تتقلى شوية، وبعد نصب عليها كمية باهية من الماء ونخليها تطيب على روحها. ونمشي توا باش نعمل ان شاء الله البروكلي ذيك متاعنا. نحيت له هكا الاوراق وتوا باش نقعد نقص فيه. هو كان يابس شويه. قعدت نحاول اني باش نعمله نفركه بيديا من الاول، ما نجمتش، استخدمت السكينه وقعدت نحل فيه بشويه بشويه، ونحاول اني نحافظ على يعني هذيك كيما المشموم نحنا نقولوا، يعني كيما الورده هكاك. نحاولوا يعني يكون فما الجذع وفما الراس يعني مع بعضه يبدا لاصق متكامل. تنوريكم هو كيفاش. هذه تنجموا بطبيعة الحال شو فلور هذايا يعني تاكلوه هكاكا، والا نحنا في تونس نحطوه يعني نعملوه بالصوص والكل، يجي بنين برشا برشا. مطعمه صدقوني كان جربوها الوصفة هذه ان شاء الله تعجبكم برشا، وتقعدوا ديما تعملوا فيها قدرة ربي. ياسر يعطي جو بنين. وكما قلت لكم هكاكا لازم يكون الجذع مع الراس متاع البروكلي من الفوق. احنا خاطر باش نعملوه بانين، احنا نحضروا فيه هكا الطريقه هذيا باش ان شاء الله نعملوه بانيه.
وهذايا الشوفلور متاعنا قاعد يطيب، خليته يغلي يخرج عاد في ريحة قوية كماك تعرفوا. وهذايا الصوص متاعي تقريبا حضرت. انا باش نزيد لها بطاطا، قصيت كعبتين بطاطا وقرون فلفل باش نحطهم فيها. وحضرت زاد المكونات متاعي باش نعمل هذاك الشوفلور بعد ما يطيب وكل. باش خليوه الساعة اولا يبرد بالباهي بالباهي باش نجمو نشدو الكعبة ونعملو لها بانيه. اما انا حضرته على بكري، وكما قاعدين تشوفوا باش نكمل نطيب الصوص لو طون اللي هي طابت الصوص. يكون زاد هو ان شاء الله شوفلور هذاك طاب، يعني مرتحنا من السمطان نتاعو. وتوا حبيت نتاكد من الشوفلور نتاعي هذاك طاب، باش نشوفه بالسكينه بطبيعه الحال. وكان سي بون طاب، دونك باش نسقطروه ونخليوه يرتاح شويه باش نبداو نعملوا له البانيه. ولهنا كيما قاعدين تشوفوا بعد ما برد بالباهي شوف اللون متاعنا هاكا طاب وقعد متماسك والكل. خذيت 3 صحافي حطيت فيهم واحده فرينه واحده عظم وزدت معاها شويه حليب، كعبتين عظم وشويه حليب والشابلور هذاك باش نفوح شويه العظم هذاك الخليط نتاع العظم والحليب. الحليب يزيد يطريه راه ويعطي قو باهيه. حطيت عليه الفلفل الاكحل الملح وشويه كركم. وتو باش نبداو ناخذوا بالكعبه بالكعبه من الشوفلور هذيك نهبطوها شويه في الفرينه وبعد في الخليط نتاع العظم والحليب وبعد في الشابلور. بعد نقليهم على نار هاديه باش ما يتحرقش يعني في ساعه وهو سيدي جا طيب يعني مستحقش برشا وقت، تقريبا 5 دقائق من كل شيرة وتكون طايبة. لازم ندوروه مع الجوانب الكل خاطر كعبات الشوفلور يعني فيهم يعني زوايا مختلفة، حاولوا نطيبوه على الشيرات الكل. وهذا ما شاء الله فطورنا حضر يشهي بنين يهبل. نودكم ولا نشهيكم. ان شاء الله تجربوها الوصفة وان شاء الله تعجبكم. وما تنسونيش من الدعم متاعكم من اللايك والاشتراك والتعليق المزيانة. الى اللقاء.